السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين ومرحبا بكم في هاد الفيديو جديده. اليوم غادي نشارك معكم هاد الميني كيك اللي كيجيو رائعين بنكهه البرتقال، والاهم من ذلك انهم بيضتين فقط، مقادير اقتصاديه متوفره في اي بيت، ودغيا كيوجدوا ساهلين في التحضير وغادي يحماقوا عليهم الوليدات ديالكم. اكيد الا جربتوهم ما غاديش تندموا عليهم. المهم بقاو معايا للاخير باش تشوفوا المقادير ولي ديتاي. اول حاجه غناخذوا ان بول ديالنا، غنديروا فيه جوج ديال البيضات، غنزيدوا كاس الا الربع ديال سكر سنيده، فوالا غنديروا رشه ملح ونميكسيو كل شيء بالضراب اليدوي حتى يذوب لينا السكر. غنزيدوا كذلك كاس الا الربع من زيت المائده ونرجعوا نميكسيو كل شيء. فوالا البنات، غادا نرجعوا نميكسيو كل شيء ونضيفوا كاس الا الربع من الحليب. نتوما كيبقى الاختيار لكم، تقدروا تضيفوا عصير الليمون اولا عصير الحامض. غنضيف هنايا الحليب ونرجع نميكسي كل شيء كما العاده. وهنا البنات غندير ساشي من سكر الفانيليا ومبشور ديال الليمون، معلقه كبيره، ونرجعوا نميكسيو عاوتاني كل شيء. صافي هنايا غادي نضيفوا الدقيق، غنضيفوا كاسين من الدقيق، نضيفوا الكاس الاول ونميكسيو. الدقيق ديال الحلويات طبعا ويكون مغربل من قبل. فوالا البنات، هنا غادي نضيفوا الكاس الثاني ونرجعوا نميكسيو ونضيفوا خميره الحلويات من فئه 8 غرام ونميكسيو كل شيء. صافي هنا الخليط ديالي ما خصوش يكون ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف. فوالا كيف كتشوفوا الخليط ديالي غادي نحطو على جنب ونمشي ندهن لي مول ديالي بالزبده والدقيق باش ما يلصقوش ليا. بالنسبه لهاد لي مول البنات اللي استعملت انا فهما من القطر ديالهم 8 غرام، كيديروا 2 دراهم الوحده. كاينين صغار منهم كيديروا درهم ونصف، وكاينين اللي صغار كاع الحجم الصغير كيديروا درهم. بالنسبه لي خديت انا هادو المتوسطين، فهو حجم مناسب. وغادي ندير الخليط ديالي في القوالب. بالنسبه لواحد القضيه ما تعمروهمش بزاف باش ما يفيتش لكم الخليط، حيت مازال غادي يتنفخوا ويلا يجيو قد ما تعمروهمش مزيان. هنا غادي ندوزو البنات نصايبوا الكريمه ديالنا. غادي نضيفوا 2 كؤوس من عصير الليمون ونضيفوا السكر على حسب الذوق. هنا انا ضفت 3 ديال الملاعق، نتوما ديروا على حسب الذوق ديالكم، كاين اللي كيبغي حلو بزاف كاين اللي كيبغي المسوس. وهنا غادي ندير 2 ديال المعالق كبار ديال المايزينا ونميكسيو نحركو مزيان. هاد المرحله مهمه البنات باش ما يبقوش عندنا التكتلات والخليط يكون متماسك. هنا غادي نديرو معلقه ديال نكهه البرتقال لتعزيز اللون وتعزيز المذاق كذلك. صافي هنا درنا على نار مهيله وخليناها حتى حقادت لينا. فوالا كيف كتشوفوا. صافي هنا خرجت القوالب ديالي البنات، طابوا ليا لي كيك ديالي. وبالنسبه للتزيين البنات كيبقى على حسب الذوق والاختيار. انا هنايا دهنتهم من الجوانب بالمربى ودرت عليهم جوز الهند. بامكانكم ديروا نتوما فيرميسيل، تقدروا ديروا اي حاجه عندكم، تقدروا تخليوهم هكاك ماشي مشكل. المهم بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري كيف كنقول لكم دائما. صافي هنا غادي ندير لهم كاملين جوز الهند من الجوانب وندهنهم بالمربى. وهنا غادي ندير الكريمه ديالي اللي صايبت معاكم. صافي غادي نديرها، تقدروا نتوما تصاوبوا الكريمه ديال الشوكولا ديال الحليب اللي بغيتو.
وفوالا هذا هما الميني كيك ديالي. كنتمنى ينالوا اعجابكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا ولو قليلا. المهم تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم. تهلاو في راسكم والى اللقاء.